ازيكم؟ الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل تفاصيل البسبوسة، ازاي نعملها ناجحة من اول مرة، ازاي تطلع معانا طرية وكمان واخدة اللون الحلو من فوق ومن تحت وتسويتها مظبوطة جدا وما تنشفش معانا ابدا. تعالوا نتكلم عن كل المقادير المظبوطة وكل البدايل المتاحة، وكمان لو بتفشلي في عمايل البسبوسة انسي بقى كل الطرق وشوفي الفيديو ده وجربي طريقتي. بس اتمنى لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تسيبوا لي تعليقات حلوه منكم. في البدايه انا معايا ربع كوبايه من الميه، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من السكر، ونص كوبايه من اللبن، وكوبايه الا ربع من السمنه السايحه. هنجيب كزرولة او حله صغيره مثلا، وهنحط فيها اللبن ومعاه الميه وكمان معاه السكر والسمنة. طبعا السمنة أنا سيحتها عشان في الشتاء بتكون جامدة أو ماسكة شوية. وبعد كده هنضيف معلقتين كبار من العسل النحل، أو ممكن تستخدمي عسل الجلوكوز لو عندك، طبعا ده بيتجاب من عند العطار، سعره مش غالي خالص بس هيساعدنا جدا جدا في نجاح الوصفة دي. طبعا تقدري تستبدليه بعسل النحل وبيكون برضو أفيد، أو سكر طبيعي يعني. قلبنا كل المكونات دي كده مع بعض كويس، وبعد كده رفعتها على النار على درجة حرارة متوسطة. طبعا أنا رفعتها على النار وهفضل أقلب فيها لغاية ما السكر يدوب وكمان العسل يدوب. لازم مهم جدا إن السكر والعسل يدوبوا مع بعض. طبعا هي السمنة يعني كانت جامدة معايا شوية أو جمدت بسرعة عشان جو برد، ولكن أول ما هنرفعها على النار هتسيح والخليط ده كله هيمتزج مع بعضه. اول ما احس ان هو خلاص داب، يعني زي ما بوريكوا كده خلاص الخليط كله داب، بطفي عليها النار وما بستناش ابدا ان هو يغلي او درجة حرارته تعلى خالص، لان مش هو ده المطلوب. اهو زي ما وريتكوا ان يعني هو خلاص كده امتزج. هسيبه بقى على جنب يبرد لمدة 10 دقايق. هنبتدي بقى نشتغل في البسبوسة. معايا نص كيلو من دقيق السميد، وزي ما انتوا شايفين انا بوريكوا دقيق السميد عشان يكون نوعه كويس لازم تختبريه كده في ايديكي ما يلزقش في ايديكي، يعني اول كده ما تمسكي شوية بتنزليهم تاني ينزلوا بسهولة، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن قوي، هو متوسط. طبعا ضفت عليه كيس من الفانيليا وده اختياري، وضفت كمان معلقتين كبار من جوز الهند وده برضو اختياري. ضفت كمان ربع كوباية من السمنة السايحة، وهبتدي أفرك بيها السميد كويس قوي، يعني هغلف كل حبيبات السميد بالسمنة بتاعتي. يبقى كده مجموع السمنة اللي أنا استخدمتها كوباية كاملة بما يعادل 200 جرام، أو مج اللي هو بتاع الشاي كامل من السمنة. استخدمت كوباية إلا ربع في الخليط الأولاني اللي شفناه، وبعد كده الربع الباقي هغلف بيه كل حبيبات السميد. اهو بصوا لغاية كده ما يبقى معايا عامل زي الرمل المندي، او تحسوا كده ان هو رمل مبلول شوية زي رمل البحر كده. وبعد كده طبعا انا بكشف على الخليط اللي انا عملته في البداية كده بصباعي ان هو بقى بدرجة حرارة المطبخ. ما ينفعش ابدا نضيفه سخن قوي او حتى يكون دافي، لازم نسيبه يبرد تماما يا جماعة، ودي خطوة مهمة جدا. لو ضفناه وهو سخن هينشف معاكي البسبوسة جدا. اهو ضفت الخليط كله، وبعد كده قلبت البسبوسة بالراحة خالص، او قلبت في دقيق السميد بالراحة خالص. ومش هنقلب كتير يا جماعة، هما تقلبتين مجرد ان السميد يشرب الخليط ده، وبعد كده خلاص كده. لو قلبنا كتير السميد هينشف معانا او هيشرب كل السوائل اللي احنا ضفناها، وبعد كده لما تدخل الفرن تنشف وتحجر وما نبقاش عارفين السبب ايه. فاحنا لازم ندخلها الفرن وهي سايلة كده او فيها نسبة سوائل كده. جهزت طبعا صينية مقاس 28 او ممكن 30 برضو تمشي معاكي، بس الصينية دي كانت مقاس 28. حطيت فيها معلقة سمنة كده كبيرة حلوة ومسحتها كويس بالفرشة، وبعد كده نزلت عليها بخليط السميد. ولازم يكون زي ما انتوا شايفين كده يكون سايل مش ناشف، وده بأكد عليه كذا مرة لان دي حاجة مهمة جدا. ما ينفعش ندخل سميد البسبوسة وهو ناشف للفرن. بعد ما حطيتها في الصينية طبعا بسويها كويس قوي،
وبخبطها خبطتين كده على الترابيزة عشان تتساوى كويس. ودي خطوة اختيارية لو حابين تجربوها. انا بجهز معلقة كده ببلها نقطة مية وبساوي الوش بتاع البسبوسة. هتساعدك جدا ان السطح يكون املس والسطح يكون كله سوا واحد، وهتتأكدي طبعا ان مفيش حتة يعني عالية وحتة منخفضة، كله هيبقى سوا واحد. اهو زي ما انتم شايفين بخبط عليها كويس قوي لغاية ما اتأكد ان هي كلها سوا واحد وكلها اتساوت كويس في الصينية. طبعا الصينيه البسبوسه يا جماعه بتاخد سمنه كتير، فمحدش يقول يعني لا السمنه كتير هقلل، لا لازم المقدار ده مظبوط جدا من السمنه. لو قللتي عن كده برضو البسبوسه هتنشف معاكي ومش هتطلع مرمله ومش هتطلع حلوه خالص. فيا ريت نلتزم بالمقدار المظبوط. حتى دهنه الصينيه بتاعه السمنه لازم تكون يعني دهنه حلوه كده، تحطوا معلقه محترمه كده من السمنه عشان تديكي لون حلو من القاعده بتاعتها. طبعا قطعتها، لو حابة تزينيها بمكسرات تمام، لو حابة تسيبيها سادة كده زي ما هي مفيش مشكلة. أنا كان عندي فول سوداني هزينها بيه. وطبعا تقطيع البسبوسة مش بس عشان الشكل، لا عشان كمان تاخد سوا مظبوط من كل الجوانب. اهو ضفت لها فول سوداني، وبعد كده انا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره متوسطه، يعني حوالي من 160 ل 170. ما تحاوليش تعلي الحراره قوي عشان يعني البسبوسه ما تاخدش لون بسرعه وما يكونش القلب بتاعها استوى. تمام، لازم الحراره تكون هاديه مايله للوسط. بعد ما دخلتها الفرن هبتدي بقى اجهز الشربات. جهزت حله او كزرولة وحطيت فيها كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه، وحطيت عليهم عسل نحل او عسل جلوكوز. لو عندك حطيت معلقه كبيره من عسل النحل. طبعا انا بفضل عسل النحل لان هو بيكون عسل طبيعي او سكر طبيعي، ف يعني زي ما انتم عارفين احنا بنحاول نقلل نسبه السكريات شويه او يكون نسبه السكر طبيعيه، فبحب اضيف عسل النحل وبيدينا نتيجه ممتازه. وضفت كمان عصره ليمون، عصره نص ليمونه كده، ورفعتهم على النار على درجه حراره متوسطه، وهسيبهم يغلوا. مش هحرك اي حاجه خالص في الحله لغايه ما يغلوا لوحدهم والسكر يبتدي يدوب لوحده. اول ما السكر كده يخش في الذوبان تقدري تقلبي براحتك بالمعلقه. وبعد كده طبعا احنا مش عايزين نسيبه كتير على النار يغلي كتير عشان ما نفقدش نسبه سوائل كتيره من الشربات. احنا عايزين الكميه المطلوبه او المقدار ده هو المناسب للصينيه. وقبل ما اطفي عليها، يعني بعد ما غلى كده غلوتين، قبل ما اطفي عليها زودت باكت فانيليا، وكمان زودت نص معلقه صغيره من السمنه، بتدي طعم وريحه حلوه جدا وبتدي لمعه حلوه قوي قوي للبسبوسه. طبعا البسبوسه خدت في الفرن حوالي من 40 دقيقه ل 45 دقيقه، مش اقل من كده. يعني استنوا عليها شويه عشان تكون خدت سوا حلو ولون حلو. وزي ما انتم شايفين اول ما بتطلع من الفرن بنضيف الشربات سخن، وكمان البسبوسه سخنه. ودي معلومه مهمه جدا جدا باكد عليها يا جماعه، ما ينفعش الشربات يكون تقيل، لازم يكون سايل كده زي ما انتم شايفين، يكون زي الميه خالص. وتاني حاجه يكون سخن، يعني اول ما بنطفي عليه من البوتاجاز بنصبه على طول على البسبوسه. دي معلومه مهمه جدا جدا. طيب انا اول ما بصب بقى الشربات على البسبوسه زي ما انتم شايفين، كل ما بتشرب شويه انا بديها تاني، كل ما تشرب شويه انا بديها تاني. طبعا المقدار ده خد كل نسبه الشربات، يعني او البسبوسه شربت كل كميه الشربات اللي عملناها. فدي نقطة مهمة جدا. وبعد كده غطيتها بصينية وسبتها تشرب الشربات يعني براحتها. وبعد كده تقدري تقدميها دافية، أو ممكن كمان تغلفيها بستريتش راب وتشيليها في التلاجة وتقدميها تاني يوم، بتكون النتيجة أفضل بكتير. جربوا كده تعملوها وتشيلوها في التلاجة، هتديكوا نتيجة حلوة قوي وهيكون طعمها أحلى بكتير. بصوا بقى لما قطعتها كانت شكلها حلو قوي، ناعمة ومرملة وكمان واخدة لون مظبوط. يعني التسوية بتاعتها كانت حلوة جدا. لو عايزين لون أغمق من كده تقدروا تفتحوا الشواية لمدة 5 دقايق ولا حاجة لغاية ما تاخدوا اللون الغامق اللي انتوا عايزينه. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.